شو قصة هاي الدجاجة اللي ضلت عايشة لمدة 1.5 سنة بدون راس؟ لايك متابعة وتعال احكي لك. في سنة 1945 كان في مزارع عايش هو وزوجته، وبيوم وهو بيمشي في المزرعة لقى دجاجة بتمشي بدون راس، فهو يفكر انه هاي الدجاجة قاعدة بتلقط انفاسها الاخيرة، فحكى خليني احطها بصندوق واروح انام. لما صحي ثاني يوم لقى الدجاجة لسه عايشة بدون راس. دجاجة عايشة بدون راس كيف؟ بعدين هو ما خاف ولا اشي، بالعكس فكر كيف ممكن اني استفيد من هاي الدجاجة، وراح واخذها على المدينة وصار يراهن الناس بتشارطوا اني راح اورجيكم دجاجة عايشة بدون راس. وفعلا الناس صارت تدفع لهذا المزارع عشان تشوف الدجاجة. طيب والدجاجة اكيد ما عاشت بدون اكل وشرب، كان يطعميها من خلال رقبتها باستخدام ابرة، وبعد 18 شهر او 1.5 سنة الدجاجة ماتت بسبب انهم كانوا رايحين يقدموا عرض فنسيوا الاغراض اللي بيستخدموها عشان ينظفوا القصبة الهوائية تبعت هاي الدجاجة. طبعا حسب ما قرأت انه هاي الدجاجة فقط 20% اللي انفصل عن جسمها، يعني الدماغ ما انفصل